السلام عليكم أصدقائي. gosh. باتري نزل من السيارة رسمي. نزل باتري السيارة ماشي، يعني ما بلشت. اروح اسوي هاي عندي جهاز طبعا. أعرف ليش ينزل باكر من السيارة. عندي جهاز يشحني، راح اروح اشحنه. اوبس. الجهاز نشوفه شلون يشحن. بسم الله الرحمن الرحيم. شحنت. السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله يا رب تكونون بخير أينما كنتم. طبعا هاي أول مرة إني أسجل. سبحان الله سبحان الله، هاي أول مرة إني أسجل وأطلع صوتي بالفيديو مالتي. بس شنو؟ شوف شنو صار. اللي صار إن السيارة ما اشتغلت اليوم عدل. المهم اليوم راح احكيكم على كندا. احكيكم عني اول مرة. اني اسمي زيتونة وعندي 4 اطفال. يعني هسه هم ما عادوا اطفال، هسه هم صاروا كبار. اجيت تقريبا 2000 2004 جيت على كندا، يعني ورا السقوط. جيت هنا. طبعا هي غربة، والغربة كلش صعبة، بيها معاناة الغربة. يعني واحد ما يحسه اللي مجربها، واللي مجربها مو يروح شهر شهرين أو أسبوع أسبوعين whatever. لا، اللي مجربها اللي يبقى بيها سنين طويلة ويشوف نفسه ما يقدر يرجع ولا يقدر يسوي شيء. يعني يشوف نفسه إنه انحكم عليه إنه يبقى بهذا المكان وما يغير. فهذا اللي صار وياي. أنا جيت 2004 وعانيت من الغربة. هي حقيقة الغربة المعاناة اللي رئيسية بيها هي التأقلم. الإنسان مو سهولة يتأقلم. يعني إذا كان دولة عربية بيها مجال، ممكن واحد يشوف علاقات، يسوي صداقات، اللغة نفسها. لما تجي على مكان لغة ما عندك، حياة ما عندك، معناها تجي أشكالهم تختلف عن شكلك وشكل الناس اللي متعامل وياهم. وهنا راح تعاني. يعني أنا أول سنة تقريبا صارت عندي كآبة بسبب يعني مو أول سنة، أول أشهر صارت عندي كآبة. يعني أنا أسكن في أونتاريو كندا، تحديد أسكن مدينة تورنتو الكندية. في شيء المعاناة إنه أنت تحس بالغربة وتحس أهلك بعيدين عنك، ما تشترك وياهم. يعني هاي القعدات والسوالف والسهر بالليل، ضحك بلا سبب. كانوا يقولون من قلة الأدب، بس هي ضحك بلا سبب. كان هي طعم الحياة هو الضحك بلا سبب.
تتعلم، تنضاف لك أشياء جديدة جدا لطيفة، وتتعرف، تسوي علاقات، تسوي صداقات، تتعلم لغة. هذا اللي صار، تعلمت لغة، تعرفت على صداقات وعلاقات. علاقات كانوا كلش لطيفين الناس اللي تعرفت عليهم، واحد أحسن من الثاني. كانوا يقدرون إنه كانوا يحبون العراقيين حقيقة، كانوا كلش يحبون العراقيين. فأني كنت مميزة بالصف لأن أني من العراق، بس أني طبعا كنت عراقية. فتعلمت وصادقت ناس، وبدت حياة حلوة. بدت الحياة، بديت أفهمها، بديت أفهم الحياة الكندية، بديت أتأقلم وياها نوعا ما. عرفت على أصدقاء، بعدين صار عندي أطفال 3، بعدين صار إجا الرابع. كلش كنت أتونس ويا أولادي، ظليت أعيش طفولتهم، طفولتي اللي أعتقد أنا مثل حال ملايين اللي بالعراق اللي ما عاشوها، لأن إحنا عشنا حياة حرب، حياة حصار. من إجوا أولادي ظليت حسيت إنه أنا عايشة الطفولة مالتي وياهم، ظليت كل شيء أسوي وياهم، ألعب وياهم، وأصعد بالمراجيح وياهم. كنت حتى أتعرف وياهم على النساتل مالتهم. درست، اشتغلت، علمت لغة، بديت أدخل الدوائر، بديت حياة جديدة، حقا حياة جديدة، حياة مسؤولية، حياة بيها انسجام نوعا ما. فكونت نفسي، اشتريت بيت، اشتغلت مدرسة إسلامية، وشفت الحياة حلوة. حياة الإنسان لما يتفائل يشوفها حلوة، لما ياخذها كل شيء ببساطة يشوف حلوة الحياة. يعني هنا يبدي لما يشوف يختلط ويا شعوب ثانية راح يتغير طبعا، قوانين تفرض عليه قوانين مختلفة، فراح يشوف شغلات تغير من شخصيته. يعني مو لا سمح الله تغير المبادئ مالته، لا بالعكس يكون أكثر ملتزم حتى يربي أولاده تربية إسلامية. يعني موجودين هنا أغلبهم تربية أولادهم تربية إسلامية، يعني تبهر مدارس إسلامية. بالمناسبة أنا همينة مدرسة قرآن، أدرس قرآن وأعلم الأجانب اللي ما يعرفون عربي. المهم هاي بيوت كندا. ما قلت لكم شيء، شوفوا بيوت كندا في يوم من الأيام أسوي لكم حلقة عليها. طبعا ماكو بيوت كندا ميزة بيها أو صفة مالتها، ما أقول ميزة، إحنا ما عندنا هاي تعتبر ميزة، إنه البيوت مالتهم ما بيها سياجات. يعني المقدمة مال البيت ما بيه سياج. يعني شلون؟ يعني تجي من البرة تدخل على البيت، من البرة تدخل على البيت، تدخل على الصالة. شو الصالة؟ شنو خالين؟ فماكو شي اسمه سياجات. يعني قسم يعزونها للأمان الزايد، يعني واحد من شارع يجي يدق الباب عليك وانت قاعد ببيتك، فهذا يعزى إلى الأمان الزايد. خليني أشوف ولا رأيكم غير، ما أقدر، هذا جاي سريع، خليني وراها همينة جاي سريع. الحياة حلوة بكندا، معاناة الغربة، يتعلم الواحد بعدين ويتأقلم. صعبة أول سنة جدا صعبة، تأزم النفسية أول سنة، بس شوف شلون الواحد يتأقلم، شلون الواحد يمشي أموره. شوف هاي البيوت، طبعا هاي البيوت هنا شوف ماكو طبعا شيء اسمه باو. كندا هم بيها ميزة أنا أعتبرها، كندا عبارة عن غابات، وهاي الغابات بانين بيها بيوت. هذا البيت منين نطلع لكم إياه. كندا عبارة عن غابات. شوفوا البيوت مالتهم، هاي البيوت ماكو شي اسمه سياج. طبعا بالمناسبة يعني انت مخير تخلي سياج ما تخلي سياج، ما حد يقول لك لا، بس بقى شوف البيوت شكد حلوة، لأنه بالهدوء اللي عندهم يبهر. يعني ما
ريت حتى من تربي أولادك يتربون على التواضع. عشان هاي البيوت ما بيها سياجات، فأعتقد دليل الأمان. يمكن شوف راح هسه أصعدكم طريق كلش خطر، تعبقوا وياي في هاي البيوت والله ويني طريق، هذا طريق الخطر. وين الطريق الخطر؟ anyway اي بس ما يمنع، يقولون انت ما يمنع انه تخلي سياج، هم ما يقولوا لك لا تخلي سياج طبعا، بس الناس ما تخلي سياج، ما تخلي سياجات. انا بالنسبه لي بيتي بيه سياج، عراقيه ما اضمن اذا ما اسيج بيتي. طبعا هاي المنطقه، بسم الله الرحمن الرحيم، انا بيتي يدور خليني انتقل هنا. هاي المنطقه جدا لطيفه، كلش لطيفه هاي المنطقه. anyway اني اشتغلت ودرست وفتحت، طبعا فتحت هاي القناة مالت اليوتيوب بالبداية، فتحتها مالت الطبخ، لأن أنا كنت يعني عندي فراغ، بس من بلشت أشتغل بعد الفراغ راح، وقت ماكو، لأن أنا أشتغل وأدرس. ما يحتاج أراويكم هاي البيوت شفناها. هاي المنطقة طبعا كلش راقية، يعني كلش أحبها. حرية هنا بكندا، حرية بكل ما تحويها الكلمة من معاني الحرية، بس شرط لا تتجاوز على القانون نهائي، لا تتجاوز على القانون. بس انه تقدر تكون، تقدر تشتري، تقدر تصير ثري، تقدر تدرس، تقدر تسافر، تقدر. الشيء الميزة همينة هي الأمان. كندا بيها أمان مو طبيعي، يعني هي بينها وبين أمريكا جسر، بس الأمان في كندا أقوى من الأمان اللي في أمريكا. هسه هذا اللي أول فيديو، وإن شاء الله يا ربي مرة ثانية، يعني هذا الفيديو إن شاء الله الجاي أو الفيديوهات الجاية إن شاء الله تكون عن الحياة في كندا، عن القوانين في كندا، طريقة المجيء إلى كندا، عن الحياة، أي موضوع تحبون نناقشه. وطبعا أنا ما يمنع إنه من ضمن طبخ، أكيد بالمطاعم طبخ. أتمنى إنه تتواصلون وياي إذا عندكم مقترحات، عندكم شي تحبون شي نناقشه، تحبون مكان تروحوا له، تحبون طبخة معينة، إن شاء الله